اليوم جبت لكم خبز بالصويا قليل في الكرب، غني بالبروتين وما كيرفعش السكر بسرعه، مناسب للرجيم والمرضى السكري بزاف، ممتاز كبديل افضل من الشوفان في المخبوزات، واخا صحي راه لذيذ بزاف. خليكم معايا تشوفوا الطريقه. حبوب الصويا متوفره عند الاسواق الممتازه وعند التعاونيات. انا كناخدهم هكا حبوب وكنطحن الكميه اللي بغيت. هاد الخطوه كتخليك تتحكم في الجوده وتتفادى اي اضافات صناعيه. طحنت الحبوب مزيان حتى ولا عندي دقيق ناعم شويه، تقريبا القوام ديالو كيكون بحال السميد رقيق جدا. اول حاجه خديت 2 بيضات وطربتهم مزيان، زدت ليهم شويه ديال الملحه، 2 معالق زيت زيتون باش يعطي طراوه ويغني لينا المذاق. واحد المقارنه خفيفه بين الشوفان والصويا. الصويا عندها مؤشر سكري اقل، تقريبا مؤشر السكري ديالها من 15 حتى 20، والشوفان مؤشر السكري ديالو من 50 حتى 60. اي الشوفان متوسط والصويا منخفض بزاف. علاش الصوجا اقل؟ فيها بروتين بزاف، كربوهيدرات قليله، غنيه بالالياف، وكتبطئ امتصاص السكر في الدم. هنايا زدت نص كاس ديال الماء و3 ديال الكيسان ديال الطحين مع 7 غرام بيكربونات صوديوم، وخلطت المكونات غير بالمهل. ما عجنتش بزاف حيت القوام ديال الصويا مختلف شويه وما كيحتاجش عجن بزاف ولا دليك. نفس الطريقه اللي كنصاوبوا بها الحرشه غادي نطبقوها على هذا الخبز هذا. كنخلي القوام ديال الخليط ديالي بحال هكا خفيف ورطب. من بعد غادي نكور الخليط ونشكلو خبيزات صغار، وغادي نزينهم من فوق بحبوب دوار الشمس ولا حبوب اليقطين وشويه ديال السمسم باش نعطيو قرمشه ومذاق مميز. هاد الخليط خرجت منه 7 ديال الخبزات صغار. فالقيم الغذائيه كيتوزعوا بشكل متوازن ومناسب. الكميه كامله ديال الطحين الصويا اللي استعملت فيها تقريبا حوالي 65 غرام كارب صافي، يعني كل خبزه فيها تقريبا 9 ديال الغرامات ديال الكارب فقط، وهذا الشيء قليل بزاف مقارنه مع الخبز العادي. من ناحيه البروتين الصويا غنيه بزاف، وبالتالي كل خبزه فيها تقريبا من 12 حتى 14 غرام بروتين اللي كيساعد على الشبع وتنظيم السكر في الدم. اما الدهون من البيض وزيت الزيتون والبذور اللي استعملنا فهي كتوصل تقريبا ل 6 حتى 8 ديال الغرامات لكل خبزه، وهاد الدهون الصحيه كتعاون باش السكر ما يطلعش بسرعه. الا كليتو 2 أو 3 ديال الخبيزات السكر ممكن يطلع شويه. احسن حاجه نراقبوا الكميات، خبزه وحده كافيه جدا. ترافقوها مع بروتين، جبن، بيض، اللحم، اولا مع دهون صحيه باش يبقى مستقر بحال لافوكا او زويته بلديه. وهذه هي النتيجه من بعد ما دخلتهم للفرن على 180 درجه وخليتهم حتى خداو داك اللون الذهبي الرائع. المذاق زوين بزاف، مقرمش من برا وطري بزاف من الداخل. جربوها وقولوا لي في الكومنتيرات الرأي ديالكم. وإلا بغيتوا وصفات صحية بحال هكا تابعوني وخليوا لي لايكات وكومنتيرات باش نتشجع ونشارك معكم أي وصفة صحية درتها. بالصحة والراحة، تهلاو بصحتكم بزاف.